Do you believe in aliens or not believe؟ في الفيديو ده هنكتشف مع بعض الحياة خارج الغلاف الجوي. ده بجد مش خيال علمي ولا حاجة، وده لأن وكالة ناسا قدرت تكتشف من خلال عربة كيوريوسيتي إن سطح المريخ موجود عليه معادن كربونية وآثار لا أودية، وده يدل إن سطح المريخ زمان كان عليه أنهار وبحيرات، يعني وسط مناسب للكائنات الحية. مش بس كده، دول كمان قدروا يكتشفوا مواد عضوية موجودة في تربة المريخ وجودها على الأرض مرتبط بوجود كائنات حية. مش بس كده، دول كمان قدروا يرصدوا غاز الميثان في الغلاف الجوي بتاع المريخ، وغاز الميثان ده مش بيتكون إلا من خلال كائنات حية أو تفاعلات بيولوجية نشطة. بس في أي حال من الأحوال الكلام ده كله بيدل إن سطح المريخ كان سطح مناسب للحياة، أو أصلا الحياة لسه موجودة بس مستخبية. مش بس المريخ اللي حير العلماء، دول قدروا يكتشفوا وجود غاز الفوسفورين في جو كوكب الزهرة، ده غير باقي الأدلة والاكتشافات اللي بتؤكد للعلماء إن في حياة خارج الغلاف الجوي، واللي هنعرفهم في الحلقة الجاية. يعني مش شرط الكائنات الفضائية تكون aliens خضرا بتقول هالو، لا دي ممكن تكون ميكروبس أو بكتيريا أو كائنات لسه ما اكتشفناهاش.